تعرضت الفنانة هند السداسي للاعتداء من طرف حارسة للسيارات أقدمت على ضربها ورشق سيارتها بالحجارة، ما تطلب استدعاء الشرطة لوضع حد لتصرفاتها. وشاركت الفنانة المعتزلة تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له مع جمهورها، مشيرة إلى أنها تفاجأت من تطاول الحارس عليها، مضيفة أنها اضطرت للوقوف على اليمين طريقهما بعدما شعرت بضيق وفقدت التركيز، ليتضح بعدها أن السيدة تتبعها. وأعاد الحادث الذي تعرضت له الفنانة المغربية النقاش حول خرق حراس السيارات للقانون وابتزازهم للمواطنين، حيث طالب العديد من النشطاء المغاربة بتدخل السلطات لوقف تصرفاتهم ونصبهم على المغاربة. وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة خاصة ضد أصحاب السيارات عبر هاشتاغ ما تحضيش طوموبيلتي، حيث تم إنشاء مجموعة على الفيسبوك تحمل اسم ضد مول الجيل الصفر، تروم توعية المواطنين بعدم قانونية حراس السيارات بالمغرب، ودعوة السلطات المحلية والأمنية بمحاربة هذه الفئة وحماية المواطنين من استمرار استغلال مستعملي السيارات بالمغرب.